واش شفتوا شنو واقع في امريكا؟ دمار هائل في ثوان معدودة. هذا ما فعله الإعصار بمدن أمريكية خلال الأيام الماضية. حالة من الذعر والفوضى تسبب به إعصار ميلتون. إعصار ميلتون واحد من أقوى وأعنف الأعاصير اللي شهدتهم أمريكا في التاريخ ديالها. الإعصار الإخوان اللي فيه سرعة الرياح كتوصل لأكثر من 260 كيلومتر في الساعة. تخيل معايا هاد السرعة. الإعصار مصنف من الفئة الخامسة يعني بالمغربية اللي جات الطريق ديالو كيطحنو، وهاد الفئة الخامسة الإخوان غير باش تعرف راه هي أعلى فئة في هاد الأعاصير، وحاليا الإخوان راه باقي كيضرب فيهم وباقي غيطول معاهم في فلوريدا. اوكي، في هذا الفيديو غنحاولوا نعرفوا هذا الاعصار هذا، ونحاولوا اننا نعرفوا علاش هاد الاعاصير كيوقعوا غير في امريكا وما كيوقعوش في المغرب مثلا، وواش بصح كيف كيقولوا الناس ان هاد الاعصار وقع بسبب العقاب ديال الله سبحانه وتعالى. اوكي، خلي معك واحد لايك قبل ما نبداو الفيديو، وخلي معك اشتراك في هاد القناه، وخلينا نكملوا الفيديو. الولايات المتحدة الأمريكية ما كاينش اللي ما كيعرفهاش، وحتى هي ما خطاوهاش لكوارث طبيعية. هذا الإعصار اللي سماوه ميلتون هو من الفئة الخامسة كيف قلت لكم. إعصار مدمر وعملاق وكيدمر أي حاجة كيلقاها في الطريق ديالو. وراه هذا الإعصار هو أسوأ إعصار مر على أمريكا منذ قرن، والسلطات هناك كيحاولوا أنهم يخرجوا المواطنين من هذه البلاصة ولا راه غيموتوا. إعصار فلوريدا الثاني صار يخوف. اي نعم، تخيلوا الشرطة منتشرين بالشوارع ويقولون للناس انهم يطلعون اقرب وقت. هنا نشوف الكاميرات ونشوف كيف الزحمة انه الناس بيطلعون من المدينة. فاش شفت هذا الفيديو كيسحاب لي ان الناس بحال كيهربوا من يوم القيامة. تخيل معايا لدرجة هذا المقدم النصرة الجوية بكى على المباشر، وكيف كتشوفوا في الفيديو شحال ديال الناس وشحال ديال الزحام وشحال ديال السيارات كيحاولوا انهم يخرجوا من هذه المدينه اللي سميتها طامبا. وهذه الصوره اللي كتشوف كيقولوا انها ديال القمر الاصطناعي اللي كتصور عين الاعصار، وصراحه هذه الصوره كتخوف ديال بصح. ونزيدكم الاخوان انه كاين اخبار غير مؤكده ان هذا الاعصار من المتوقع انه يوصل للفئه السادسه. هذه الفئه الاخوان اللي يقدروا يوصلوا فيها الرياح لسرعه ديال 300 كيلومتر في الساعه. دابا اجي علاش امريكا هذا البلد هذا ديما كيوقع فيه الاعاصير وما كيوقعوش في بلدان اخرى عبر العالم بحال المغرب مثلا؟ امريكا الاخوان اللي كتميز بهذا الموقع الجغرافي ديالها المتميز واللي فريد من النوع ديالو. هذا الموقع الاخوان اللي تقدر توقع فيه العواصف المداريه في اي وقت وبدون سابق انذار. فتخيل معايا امريكا لوحدها في العالم كيوقعوا فيها اكثر من 1500 عاصفه كل سنه، وإلا قارنتيها مع اوروبا مثلا فراه ما نقدروش اصلا نقارنوهم. فراه نقدر نقول لك بهذا المعنى ان امريكا هي حلبة ديال الاعاصير وكيعشقوها وكيموتوا على هذه البلاصه هذه. وببساطه خليني نعطيك مثال. فإلا جينا ندرسوا هاد البلاصه اللي كيوقعوا فيها الاعاصير بزاف في امريكا كنلقاو هذا الشيء عنده علاقه بالهواء القادم من خليج المكسيك والهواء الرطب القادم من جبال الروكي. فاش كيتلاقاو هاد الزوج كيشكلوا عواصف رعديه خطيره، وداخل هاد العاصفه كيبدا الهواء الدوران، وإلا وصل لواحد المرحله اللي قويه هاد الدوامه هادي كتشكل لنا اعصار خطير ويقدر اي حاجه تلقى معها كيطحنها بهذه السهوله هذه. فنتمنى في هذا الفيديو انني نكون شرحت هذا الشيء ببساطه. فانتوما عارفين ان امريكا عندها تاريخ مع هذه الاعاصير، ولعل اعصار كاترينا اللي وقع في 2005 اي واحد غتسولو عليه في امريكا غيتبنج في بلاصه. خلاصه القول، حنا في المغرب الحمد لله ما عندناش هذه الظروف الخطيره اللي ممكن انها تساعد في تشكيل هذه العواصف. لعل الامطار اللي وقعت في الجهه الشرقيه غير هذه ايام راه بينات كلشي. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا ان هذا الشيء اللي واقع عندهم راه بصح عقاب من عند الله سبحانه وتعالى، فخليني نقول لك ان هذه المدينه اللي سميتها طامبا اللي وقع فيها هذا الاعصار راه فيها واحد الجاليه اللي عربيه اللي كبيره وفيها حتى المغاربه. فراه هذا الشيء ما عندوش علاقه بالعقاب بسبب داك الشيء اللي كيوقع في الشرق الاوسط. هذا الشيء عنده علاقه بالظروف المناخيه اللي كتكون في ديك البلاصه.
والله اعلم. بالنسبه لهذا الفيديو هنا كيسالي، وكنتمنوا لكاع الناس اللي كاين تما السلامه، والناس اللي ماتوا الله يرحمهم تهلاو ديال فراسكم، وتحياتي.